السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل فول على رز، الفول الأخضر مع الرز. فطبعا لازم يكون عندي فول أخضر أهوت. عندي فول أخضر وعندي الرز وعندي الخضرة وعندي بصل مفري وثوم مفري، وعندي البهارات بتاعي اللي هي ملح وفلفل وكمون وجنزبيل وكزبرة. هنشوف هنعمل الفول على الرز ازاي. اجيب حلة او طاسة اللي انا هطبخ فيها، وحطيت نص معلقة سمنة ومعلقة زيت، وهنزل بالبصل المفروم. البصل خد تشويحتين، انزل بالفول الاخضر. بعد كده انزل بالبهارات واسيب الملح شوية لما الفول يدخل في التسوية. اغطي عليه واوطي النار عليه، اسيبه 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما الفول يدخل في التسويه 3/4 تسويه كده. لعمل الخضره، جبت الخضره غسلتها وقطعتها، واجيب نص كوبايه ميه واحطها على الخضره واضربها في الخلاط لعمل الطشه. الفول دخل في التسويه، هنزل بالرز ياخد تشويحتين. حطيت الرز، هحط الملح واخد الرز تشويحتين علشان يبقى مفلفل ويبقى جميل. اثناء الرز ما هو بياخد تشويحتين بالشكل ده، هعمل الطشه بتاعه الثوم والخضره. حطيت ملح دهنيه، انزل بالثوم. بعد كده بنزل الخضره المضروبه في الخلاط بالشكل ده. بعد كده بنزل بالميه، وبنزل بالخضره اللي هي الطشه. مقدار الميه ومقدار السائل بتاع الطشه اللي هي الخضره بيساوي مقدار الرز بالظبط. يعني لو هعمل كوبايتين رز يبقى الميه المغليه والطشه مقدارهم كوبايتين بالظبط. اتاكد من ظبطه الملح، واغطي البوتاجاز واغطيه لحد ما يستوي. وده شكل الفول، الرز على فول بعد ما استوي. الريحة بقى ما اقولش، الريحة قلب البيت جدا، وحاسة ان الجيران هيخبطوا علينا على الريحة. الطشة دي بتخلي الفول طعمه جميل جدا، وتشويحة الرز بتخليه كده مفلفل، مفيش حباية ملزوقة. وجميل جدا الطريقة بصراحة. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.